من ساعة ما عملت الحادثة جينا بيها على القصر العيني. ليه جيتوا على القصر العيني؟ عشان قالوا هنا كل الاستشاريين المختصين لأماني في أي حالة وحالتها تجميل. حركونا من اسكندرية غير لما نيجي مستشفى جامعي القصر العيني. ده الظهر أماني طلعت من العملية محدش راضي يطلع يغير لها على الجرح. طب يا جماعة أنا بناشد دلوقتي كل اللي في المستشفى وبعد إذنكم كل اللي بيحبني يعمل منشن لوزارة الصحة. اعملوا منشن لوزارة الصحة. أماني دراعها هيضيع، أماني دراعها هيتقطع. لو أماني محدش يهتم بيها دراعها هيتقطع، دراعها هيتقطع. كل أصحابي البلوجر، كل أصحابي خدوا الفيديو ده عندكم، خدوا الفيديو ده عندكم وشيروه. لازم صوتي يوصل. أماني دراعها هيتقطع لو محدش يهتم بيها. دراعها باظ. الدكتورة جت رمت الشاش في وشها ومشيت. الدكتورة جت رمت الشاش في وشها ومشيت. عشان قالت انت اشتكيت في قلب المستشفى. ما اتكلمناش، محدش عمل فيديو، ما قلناش احنا اي حاجه. لسه ده اول فيديو يطلع فيه شكوى. اشتكينا في قلب المستشفى. الدكتوره قالت لها مش انت اشتكيتي؟ راحت راميه على الشاش في وشها ومشيت. صوتي يوصل بسرعه. وانا عايزه بصراحه ادي فرصه للستوري انكم تدعوا لاماني اكتر يعني. فهرغي بسرعه يعني، هقول بسرعه. بصوا يا جماعه، الشخص ده كلمني عشان خاطر يعمل سيشن نيو بورن الركان، وانا قلت له اوكي ماشي. طبعا انا وافقت على شغل معاه بعد ما انا كنت مكلمه شخصيه كنت عايزاها تصور لي ركان. كنا متفقين على كل حاجه ومن غير شغل، وكنا متفق معاها على الباكج وعلى الفلوس كام والكل ده. والشخصيه دي قالت لي ان يعني بعد ما بعت لها لوكيشن بيتي قالت لي ان لوكيشن بيتي خارج نطاق شغلها. فشفت المسج بتاعته، دخلت رديت عليه قلت له اوكي ماشي نشتغل مع بعض. هتعملي لي ايه؟ هعمل لك بوست وهعمل لك ستوريز والكلام ده تمام. انا عايز اعلان مش عايز اعلان. قلت له اوكي ماشي. بتاخدي باكج بتاخدي بادجت كام؟ قلت له مش هاخد منك بادجت، خلاص ما انا الخدمه محتاجاها مش هاخد منك بادجت. تمام تمام اتفقنا 1 2 3. قال لي على مواعيد كتير ولغاها، وانا قلت له اوكي ماشي. ما رفضتش ان هو فضل كل شويه معايا بميعاد وبيكنسل ميعاد ويكنسل. قلت له اوكي ماشي ما عنديش مشكله. جيت لما انا اليوم اللي هو قال لي عليه قبل اليوم دوت بيوم كنت انا مع ركان عند الدكتور. كان ركان الدكتور قايل لي كان ظهر حاجه في بطنه، فالدكتور قال لي ان هو عنده فتاء وما ينفعش يعيط والكلام ده. فكنت راجعه بركان الساعه 1 بالليل من عند الدكتور. فكان معادي هو معاه كانت الساعه 4 العصر تقريبا او 5 بالظبط، او ناخره مثلا النهارده ساعتين ولا حاجه. فقال لي لا، قال لي لا يا جماعه. وانا احترمت دوت جدا ونزلت والله العظيم يا جماعه في معادي اللي هو كان اللوكيشن كان جايب لي ساعه وشويه تقريبا عقبال ما اوصل. انا في فيصل وهو في النزهه، وده اكتشفته في نفس اليوم. فنزلت قبل معادي. بس انتوا عارفين اوبر ممكن يغير طريق، ممكن يعمل حاجه، فالوقت بيكتر تاني على اللوكيشن. فكلمته واعتذرت له. هو كلمني كذا مره في الطريق والطريق زحمه. مراته كلمتني في الموبايل اعتذرت لها قلت لها معلش انا في الطريق والطريق زحمه جدا وبتاع. وصلت لهم كنت متاخره على ميعادي بتاع ساعه ونص او ساعتين تقريبا، مش فاكره والله بالظبط، ممكن يكون اقل، انا مش فاكره. انا بقول لكم لابعد الحدود يعني اللي هو انا اتاخرت ساعه ونص ساعتين. فبيقول لي لقيته بقى بيكلمني هو على الواتساب بيقول لي هي دي طريقه ومش دي طريقه. فقلت له فبيقول لي الكلاينت اللي بعد جاي يعني. فقلت له خلاص ارجع. فراح بيقول لي انت بتهدديني. لا هو ما قاليش بتهدديني الاول، هو قال لي ارجعي السيشن اتلغى كده بالظبط. كنت انا اصلا يا جماعه تحت البيت عنده وهو